نحضر اليوم وصفة كتير صحية ومفيدة للي عم بيعملوا دايت أو اللي بيعانوا مشاكل بالحلو الزيادة أو اللي ما بيحبوا يعني يتناولوا حلويات. الوصفة هي تارت الأوتس ورح نحشيها بأشياء مفيدة. أول إشي عشان نحضر التارت بدنا كوب من الشوفان، كوب من الطحين، نص كوب زبدة، بدنا معلقة صغيرة بيكنج باودر ومية باردة حسب الحاجة. هلا احنا رح نعمل التارت بالكب كيكس الصغار عشان نعملهم حلوين للتقديم، ورح نحشيهم بخلطة من المكسرات مع الفواكه المجففة، ومنزينهم بشوية شوكولات بعد ما ندوبها. هلا عشان نحضر العجينة رح نخلط المكونات الجافة مع بعض. بعد ما نتأكد انهم امتزجوا منيح رح نضيف الزبدة اللي هي بدرجة حرارة الغرفة. هلأ رح نعجن الزبدة مع المكونات الجافة. بعد ما بسينا المكونات الجافة منيح بالزبدة وتأكدنا انهم تختلطوا كتير منيح، رح نضيف المية بالتدريج زي ما قلنا لازم تكون المي باردة، ونعجن بالايد لحد ما تتكون عنا العجينة. منوقف نضيف مي. هلأ هيك انعجنت عنا العجينة، بنتركها لمدة 10 دقايق بالضبط. زي ما حكينا ما استعملنا كتير من المي، حسب كيف ما انتو بتشوفوها تشكلت عجينة بإيدكم. بنتركها هلأ بس 10 دقايق ترتاح وبعدين بنبلش نشكلها. بعد ما خلينا العجينة ترتاح شوي، هلأ رح نبلش ناخد منها كمية مثلا بهذا الحجم عشان حجم الكب كيك عنا صغير، ومنحطها بالكب كيك. منبلش بس نحطها بالكب كيك نعمل زي هيك حفرة صغيرة ومنطلع على الجوانب، طبعا بدون ما نخرب شكل الكب كيك عشان تضل ماخذة الشكل. بعد ما زبطناها هيك بالكب كيك بنزبط الجوانب على قياس بعض. هلا بهاي الطريقة بناخد العجينة مندورها، ما بدنا نعملها سميكة، ومنحطها بقلب الكب كيك. منكمل بهاي الطريقة عبين ما تخلص عنا كمية العجينة كلها. هيك صارت هلأ التارت جاهزة عنا. ندخلها على فرن حرارته 180 درجة لمدة 15 دقيقة. بس رح نعمل شغلة صغيرة قبل ما ندخلها على فرن. على كل حبة لازم نروح نعمل عليها بالشوكة زي هيك عشان ما تنفش عنا التارت ويخرب شكلها. هلا بعد ما صارت عنا التارت جاهزة بعد ما خبزناها، رح نجيب خلطة النتس اللي احنا محضرينها او خلطة المكسرات مع الفواكه المجففة اللي احنا محضرينها، اللي هي عبارة عن لوز، فستق حلبي، جوز، مشمش مجفف، وزبيب مجفف. اذا بتحبوا اي نوع تاني تضيفوا معاها بتقدروا تضيفوا. هلا رح نعبي كل وحدة، ما بدنا نعبيهم كتير.
تقدروا إذا بدكم إياهم يكونوا ماسكين أكتر إنكم تخلطوهم مع شوية قطر. نستمر هلأ نعبي كل التارت اللي عنا بهاي الطريقة. هلأ هاي شكلهم بعد ما عبيناهم بالنتس. راح نمرق عليهم الشوكولات المدوبة اللي احنا دوبناهم، بس بدنا نحط هيك عليهم اشي بسيط، ما بدنا نكتر عشان ما تكون كتير حلوة وما يقدر اللي عامل دايت ياكلها. هيك صارت وصفتنا جاهزة. وصفتنا صحية كتير، وزي ما قلنا بيقدروا ياخدوها اللي عم بيتابعوا رجيم معين او اللي عندهم سكري، لانها ما فيها اي نوع سكر مش طبيعي. صحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.